وده خلاه يخسر مرة تانية ووقع من على السلم وفقد الوعي، وافتكر ازاي ان الشمال نزله من على الشجرة قبل كده واللي كان متعلق عليها وهو صغير. والولد فاق وهو مربوط على كرسي وبيحاول يعرف مين اللي بعته جيدون، وبيحكي له ان هيلدا عملت اختبار عشان تقاوم حركة الشمان، الحركة السرية اللي هو مشرف عليها، وتعدم الثوار، بس هي خايفة على حياتها وبقت مريضة بالبارانويا وقفلت على نفسها. وبعدين جت ميلاني، وبعد ما شافت الأسير أخدته عشان يكون ضحية للاختبار. خدوا الولد للاستوديو عشان يعملوا حفلة وربطوه على المسرح وكمان حطوا عليه طوق كهربائي. وبعد شوية خرجت هيلدا عشان تقرا خطاب، بس لما شافت الولد اتوترت وخرجت عن النص. ولما هيلدا طلعت المسدس، ميلا طلعت على المسرح عشان تاخده منها. وبعدها العرض بدأ وظهرت الديكورات على المسرح مع الضحايا اللي اختاروهم ورا بعض، ووراهم طلع المهرجين لابسين زي القراصنة من عروض الأطفال وبدأوا يقتلوا الأسرى. والولد فاكر ازاي جيدون حط له موس في جيبه وبقى يقطع الحبال اللي هو مربوط بيها وجري عشان يساعد الأسرى. بس ميلاني من غرفة التحكم أمرت تشغيل الكهرباء في الطوق بتاع الولد ووقع من الصدمة. ومجموعة من القتلة بيسحبوه على حجر، وبيجي الجلاد وهو لابس زي تيس ومعاه شاكوش كبير في ايده، بيرفع الشاكوش عشان يقتلوا بيه، بس بدل ما بيضرب الولد بيضرب اللي ماسكينه. وبعد ما خلص من القراصنة الجلاد شال راس التيس، وطلع انه باسيو جاي ينقذ الولد. وبعدين ظهر بيني بس بيستخبى، وقال انه بعد ما فشلوا في القصر وهما اتنكروا في زي الحراس وراحوا ورا فاندر كوي الاستوديو وهجموا على المهرج القاتل قبل ما العرض يبدأ. وباسيو ادى للولد سكينة فيها مسدس مليان. وبعدين الثلاثة بدأوا يقتلوا المهرجين والحراس، وكل لكمة بقت قوية جدا ومعاها طلقات كتير من المسدس. وميل كانت بتتفرج على اللي بيحصل كله من الكاميرات ومش قادرة تفهم ان اخوها خانها، ووجهت السلاح لاخوها والولد واصحابه. كانوا بيكملوا قتل وكانوا بيستخدموا الاسلحة ضد الاعداء اللي كان شكلهم مخيف جدا، واستخدموا السكينة. في اللحظة دي ظهرت ميلاني بالسلاح، وبيني انقذ الولد بس هو اتجرح جرح مميت، وباسيو رد بالرصاص بس هو كمان للاسف اتصاب. والولد كان غضبان وجري على ميلاني واستخدم الديكورات